قبل أن نبدأ هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيلوا معي لحظة يتحقق فيها طموح أمة كاملة على أرض الواقع. لحظة يتحول فيها الحلم الرياضي إلى صرح عملاق يجسد رؤية دولة تعرف جيداً ما تريد، وتتحرك بثقة بعقل استراتيجي واضح وبخطوات محسوبة نحو المستقبل. مرحباً بكم في ملاعب المغرب نيوز، القناة التي لا تتعامل مع المشاريع الكبرى كأخبار عابرة، بل كدلائل سيادة وتجسيد فعلي لرؤية وطن اختار أن يكون مبادراً لا متفاعلاً. ما نتابعه اليوم في مدينة بن سليمان لا يمكن اختزاله في تقدم الأشغال أو حركة الآليات داخل ورش مفتوح، بل هو تعبير عملي عن تحول عميق في طريقة تفكير المغرب في مستقبله الرياضي والعمراني. هنا لا تلتقط الصور للذكرى، بل تصنع الوقائع ويرسم مسار جديد عنوانه الطموح المدروس لا الارتجال. نحن أمام مشروع يتجاوز مفهوم الملعب في معناه التقليدي ليصبح نقطة ارتكاز ضمن بنية تحتية رياضية تعيد صياغة مكانة المغرب قارياً ودولياً. أكبر ملعب في إفريقيا بطاقة استيعابية تصل إلى 115 ألف متفرج، رقم غير مسبوق لا يحمل طابع المبالغة، بل يترجم رؤية تعتبر أن المشاريع الكبرى تبنى لاستيعاب المستقبل. تصميم الملعب يستلهم رموزه من عمق الثقافة المغربية، حيث تتحول الخيمة التقليدية إلى فكرة معمارية عصرية تجمع بين روح الأصالة ودينامية العصر. سقف شفاف يعكس الضوء نهاراً ويتحول ليلاً إلى عنصر بصري لافت، في رسالة واضحة مفادها أن الجمالية جزء من القوة، وأن الهندسة هوية قبل أن تكون وظيفة. هذا المشروع ليس معزولاً، بل نواة لمدينة رياضية متكاملة تضم مرافق تدريب حديثة، منشآت أولمبية، فضاءات متعددة الاستعمالات، ومناطق اقتصادية وسياحية، ضمن رؤية تنموية تتجاوز كرة القدم إلى الاستثمار الرياضي المستدام. وعلى مستوى البنية التحتية، جرى التعامل مع المشروع بمنطق شامل: شبكة طرق حديثة، ربط مباشر بالقطار فائق السرعة، قرب من المطارات، وتكامل ذكي مع الرباط والدار البيضاء، لأن نجاح المشاريع الكبرى يبدأ من محيطها. رغم الأمطار الغزيرة التي عرفتها بلادنا، أثبتت الملاعب المغربية خلال كأس إفريقيا جاهزيتها العالية، حيث ظلت الأرضيات في حالة مثالية، في صورة تعكس الاحتراف، الدقة، والاهتمام بأدق التفاصيل. رسالة المغرب اليوم واضحة: لا انتظار، لا تقليد، بل صناعة للفرص بإرادة مستقلة. ومع أفق سنة 2027 لن يكون افتتاح ملعب بن سليمان حدثاً عابراً، بل إعلاناً صريحاً عن دخول المغرب مرحلة جديدة من الريادة الرياضية. من ملاعب المغرب نيوز نواصل التزامنا بنقل الحقيقة كما هي، بالأرقام والوقائع، لأن الطموح لا يتوقف، ولأن المجد يصنع هنا، خطوة بعد خطوة.